المصريين عاملين ملحمة في أوروبا. الرئيس عبد الفتاح السيسي في زيارة لبلجيكا بروكسل. كل المصريين في أنحاء أوروبا سافروا إلى بروكسل لاستقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي في ملحمة يعني أزعجت الأعداء. أوروبا يا جماعة كلها مقلوبة رأسا على عقب. الكل رايح يهتف باسم مصر، الكل رايح يهتف لرئيس مصر، الكل رايح يساند الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي قدر واستطاع ان هو يوقف الحرب في غزة ورفض تماما عملية التهجير. الرئيس عبد الفتاح السيسي في بروكسل، المصريين عملوا لفتة جميلة، عملوا تمثال ذهبي من اتحاد شباب مصر بالخارج للرئيس عبد الفتاح السيسي تقديرا له، محبة له، حبا فيه، نظرا لمجهوده الكبير المبذول من أجل مصر والمصريين اللي بره يا جماعة حاسين بالإنجازات اللي بيعملها عبد الفتاح السيسي في الدولة المصرية. اللي حصل هناك في بروكسل ده مش مجرد استقبال، اللي حصل في بروكسل يا جماعة ده مشهد ولاء وكرامة وشموخ للمصريين في أوروبا كلها. الكل في أوروبا راح بروكسل علشان يقابل الرئيس عبد الفتاح السيسي. الناس ده يا جماعة سابت شغلها، اللي من فرنسا واللي من بريطانيا واللي من إيطاليا واللي من أسبانيا، الكل ساب شغله وركب وراح بروكسل. راح ليه؟ دعما لعبد الفتاح السيسي. مش أي رئيس بيروح أوروبا بيتعمل له الكلام ده يا جماعة. يا جماعة الناس دي بتعمل ملحمة، والله العظيم ملحمة. قبل كده بيحاربونا بالهجوم على السفارات في أوروبا، لا احنا ما بنتهددش، احنا كلنا في ظهر الدولة المصرية. المصريين كلهم على قلب رجل واحد خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي. المصريين كلهم عاملين ملحمة في أوروبا. المنظر ده يا جماعة يعني دوخ الأعداء، المنظر ده دوخ الصهاينة ودوخ الأمريكان ودوخ الأمريكان. وأعتقد كده إن الرسالة وصلت من المصريين، أعتقد كده إن الرسالة وصلت من المصريين وقالوا للجميع إحنا كلنا في ظهر عبد الفتاح السيسي. المشهد والمظاهرة اللي كانت موجودة في بروكسل دي يعني اللي يشوف الفيديوهات ما يقولش إن هي في دولة أوروبية، يقول إن هي في قاهرة المعز لدين الله الفاطمي، يقول إن هي في مدينة مصرية. الملحمة اللي المصريين عملوها يعني نالت إعجاب واستحسان من الشعب المصري كله، وكل ده دعما لعبد الفتاح السيسي، كل ده نصرة للقضية الفلسطينية، كل ده منعا للتهجير. كل اللي حصل ده يا جماعة علشان نقول للعالم كله إن إحنا دولة كبيرة ما بنتهددش من حد وما بنخافش من حد وما بنعملش اعتبار لأي حد. تحيا مصر السيسي، تحيا مصر بولادها المخلصين.